السلام عليكم البنات، كي درتو كي بقيتو كي درتو مع صحيحه كي بقيتو مزيان العائله كلشي بخير. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم العجينه المورقه ناجحه 100%، كتجي رائعه وسهله وما فيهاش الخدمه بزاف. بسم الله على بركه الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب. انا خديت كيلو ديال الدقيق، غادي ندير فيه نص كاس ديال زيت نباتيه. يمكن لكم نتوما ديروا غير نص كاس، ديروا ربع كاس في 500 غرام في نص كيلو ديال الطحين. غادي ندير الملحه حسب الذوق، انا درت معلقه صغيره هنا، وغادي ندير 3 ديال الكيسان ديال الماء من الصنبور، بهم غادي نجمع العجينه ديالي. صافي غنستمر على هذا الشكل هذا حتى نعجن العجينه كامله ونوريكم الشكل النهائي ديالها كي كيجي. هانتوما البنات كي كتشوفوا معايا انا عندي الطحين كيشرب، ما هز ليا 3 الكيسان ونص ديال الماء، وما غاديش ندلكو العجينه، غير غادي نجمعوها هكا ندخلوا فيها المكونات مع بعضياتها صافي، وغادي نكوروها نخليوها ترتاح. هانتوما البنات كي كتشوفوا معايا انا ما دلكتها ما والو، غير دخلت داك الطحين هكا جمعته، كتجي على هذا الشكل كي كتشوفوا معايا. صافي غادي نديرها في بلاستيك غذائي ونديرها في الثلاجه ترتاح واحد ربع 15 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. هانتوما البنات كي كتشوفوا معايا من بعد ما خليت العجينه ارتاحت ليا كيف قلت لكم واحد 15 دقيقه، انا طلقت الزبده على هذا الشكل. دابا غادي نديرها هكا. هنا عندي 500 غرام ديال الزبده، كنديروا نص ديال بحال دابا عندنا 500 غرام ديال الطحين، كنديروا 250 غرام ديال الزبده. عندنا كيلو ديال الطحين 100 غرام تنديروا عندنا 1000 غرام ديال الطحين كيلو، كنديروا نص كيلو ديال الزبده. صافي غادي نرد عليها هكا نجمعها ونخليها ترتاح، وديك الساعه غادي ندوز نبدا نطلقها. هانتوما البنات كي كتشوفوا معايا كان دابا غادي ندوز نبدا نطلقها. غادي نطلقوا الطول اكثر من العرض. هانتوما البنات كي كتشوفوا معايا من بعد ما طلقتها هكا، دابا غادي ندوز نطويها دوبل، غنطويها على هذا القنت. هذا القياس خصو يكون قد هذا القياس. هانتوما كي كتشوفوا معايا باش يجيوني مساويين. صافي وغادي نطويها هكا، غنخليها عاود واحد شويه ترتاح وعاود ندوز نطلقها. غنبقى مستمره على هذا الشكل حتى تنحصل على النتيجه اللي بغيت. هانتوما البنات نعاود نولي نطلقها كيف قلت لكم، تنطلقها 2 ولا 3 الخطرات دوبل. دابا غادي نطلقها صافي وغادي نحتفظ بها فاش نبغي نشكلها غادي نلقاها واجده. يمكن لكم تحتفظوا بنات بها غير في الثلاجه، بغيتوها ديروها في المجمد راه يمكن لها تتبقى صالحه الوقت اللي بغيتو، تتجبدوها تطلقوها وتتخدموا بها عادي. هانتوما كي كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو مرقين على هذا الشكل. كنتمنى من الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من لي جيم ولا لايك. شكرا لكم بزاف.